السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جايلكم النهاردة في جولة جميلة جدا هتعجبكم قوي. في شارع عباس العقاد كلنا عارفينه، بمدينة نصر. طبعا كلنا عارفين ان عباس العقاد، شارع عباس العقاد مشهور بالفساتين السواريه. وزي ما انتم شايفين كده معانا تشكيله حلوه جدا من الفساتين السواريه. واحنا ماشيين محلات كتير جدا، وزي ما انتم شايفين كمان محلات شنط، محلات شوزات. ودايما المحلات اللي هناك بيبقى عليها عروض، وبيهتموا دايما بالتخفيضات والسيل والاكازيونات. وكمان غير كمان المحلات هناك موجودة، غير برضو ناس كتير فرشة هناك على الرصيف. فرشين طبعا بملابس واسعارها حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده المحل دوت محل عجبني قوي. فوقفت كده قدامه ان انا اصور. زي ما انتم شايفين كده محل سواريه حلو جدا. ده اسمه سواريه، موجود هنا في العمارة دي. وزي ما انتم شايفين كل حاجة موجودة هناك في شارع عباس العقاد. يا رب الجولة بتاعتي النهاردة تعجبكم، واكون فسحتكم ووريتكم الشارع هناك. اللي حابب يروح هناك يبقى عارف المكان موجود فيه ايه. زي ما انتم شايفين كده احنا كده ماشيين. وببدأ ان انا اصور طبعا. دي محل ملابس رجالي اهو زي ما انتم شايفين كده. على فكرة الشارع هنا مشهور باللبس السواريه والفساتين وفراح، كل دي محلات. بس المحلات دي بان عليها بتتجدد. ده برضو محل. لو مطعم ده معرفش بقى بتجيب ايه. كاميرا صغيره؟ لا تيجي تتفرج على اللبس ده يا عم. الفرشة هاي
زي ما انتوا شايفين كده احنا داخلين على حد فارش بطرح. بصوا، دول بقى الناس اللي انا بقول لكم عليهم موجودين هناك على طول. تمام، ده كده فارش بطرح، التلاتة ب100، اي 3 طرح ب100، وده معاه لبس اطفال استوكات. وزي ما انتوا شايفين كده طبعا محلات المطاعم هناك كتير جدا، ومحلات بقى المشهورة زي ما انتوا شايفين كده. ده محل بلبن، ومحل المق، ومحل البسبوسة، كنافة وبسبوسة. طبعا اللي في اسكندرية عارف ان المحلات دي مشهورة جدا جدا، والمحلات دي زي ما انتوا شايفين كده عليها زحمة على طول. يعني مش عايزه اقول لكم، هناك الناس واقفه طوابير طوابير، فحبيت اوريلكم هناك الزحمه الموجوده. انا اول مره يعني يعني اجيب منهم. احنا كنا بنشتري من اللي هو المحل بتاع البسبوسه والكنافه ده، فعلا حلو جدا. زي ما انتوا شايفين بقى زحمه رهيبه رهيبه رهيبه، واقفه عليه. فزي ما انتوا شايفين كده حبيت اصور لكم كده. بقى احنا يعني جبنا الطلب بتاعنا بعد بقى عذاب وزحمة، مش عايزة اقول لكم، بس ما شاء الله يعني يستاهل الزحمة دي، يعني ما شاء الله. حاجته جميلة جدا. وهنا برضو بصور لكم تاني بعد ما خلاص ما احنا ماشيين، بصور لكم بقى من بعيد، يعني بوريكم قد ايه الزحمة اللي عليه. احنا جبنا زي ما انتم شايفين كده، احنا جبنا المدلعة. طبعا احنا عارفين كلنا المدلعه دي عباره عن ايه، عباره عن طبقه كنافه، بعد كده طبقه بسبوسه، بعد كده كريمه، بعد كده كراميل من فوق. بصراحه طعمها فظيعه جدا. احنا جبنا الطلبات كده، كل طلب في علبه. زي ما انتم شايفين كمان صورت لكم المنيو الموجود بتاعهم، اللي حابب بقى يروح بقى وعارف، هو عارف الاسعار. وهنا كمان صورت لكم مع الاستاذ اللي موجود ده، كان بيبيع بروفلات رجالي حلوة جدا، عجبتني الستايل بتاعها حلو قوي. احنا اشترينا منه. وكمان الخامة ممتازة ممتازة. الصراحة لما شفتها ذهلت ان هو قاعد بيهم يعني على الرصيف، يعني فعلا الحاجة الموجودة ما شاء الله. وده هنا كمان بيبيع السويت شيرتات ممتازة جدا برضو، اشترينا منه وحلوة قوي. الاسعار تتراوح من 90 ل75 للاطفال، والبروفال كان ب100 جنيه. كان صراحة حاجتهم جميلة جدا. وهنا خلاص احنا مروحين، وانا بنهي معاكم الفيديو وبقول لكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك ودعم القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.